هذا الصبي محمد جراح لا يظهر وجهه، فعبر عن نفسه بصورة رمزية وهي صورة كلب. هذا الثعلب الكذاب فشل في قصة عاطفية، كذا قصة عاطفية، ولأن الكلب كثير النباح فلذلك هم أرسلوه لينبح وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يتمنطق القتل وإن تاب. سنضع صورك، سنضع صور عائلتك. أنا لا أدعو إلى قتله عشان ما حدش يفهم كلامي خطأ. دائما حين أتحدث عن ليبيا أذكر بأن لها معزة خاصة عندي. أحب الشعب الليبي في الله هكذا، يعجبونني يا أخي وتعجبني هذه القبعة. ناس بصراحة دين وأخلاق بمعنى الكلمة. الشعب الليبي كان عايش، يأتيهم رزقهم رغدا، والناس تأتي لتعمل عند الليبيين وكافين خيرهم شرهم كما يقال، لكن كان ينقصهم شيء واحد فقط، ينقصهم قليل من الحرية والكرامة، يعني تنقصهم ثورة. وتظل ثورتنا تعلو وتسمو. هذه الثورة التي رأينا فيها بلال بن رباح رأيناه في ثورتنا وفي بلادنا. هذه الثورة العظيمة، هذه الثورة التي رأينا فيها عمارا وصهيبا وسلمان، هذه الثورة التي رأينا فيها عثمان بن عفان. بعد هذه الثورة التي رأينا فيها بلال بن رباح، ورأينا جبريل في مصر والملائكة في سوريا، سقط النظام في ليبيا لأنهم كانوا يدعون لإسقاط النظام. وعندما يسقط النظام ماذا يصبح؟ يصبح لا يوجد نظام. في ليبيا هنالك تفاصيل كثيرة، لكن أبرزها أنه كان هنالك في ليبيا طرفا نزاع. حفتر في الشرق الليبي لديه الجيش والموانئ والنفط، وهو قائد الجيش الوطني، وهنالك واحد تركي اسمه فايز السراج آغا. جاء به من؟ الليبيون؟ لا، الأمم المتحدة. وعينوه أين؟ أكيد في ليبيا. لا، عينوه في بروكسل. وعملوا اتفاق أين؟ في ليبيا؟ لا، عملوا اتفاق في المغرب. السراج جاب ناس لكي تقاتل حفتر، فقاتله بمن يا ترى؟ أكيد قاتله بالليبيين. لا، جاب أتراك. سبحان الله، قاتل الليبيين بالأتراك. لا، الأتراك قاتلوا بالسوريين. المهم السراج هو حاكم ليبيا عند الأمم المتحدة، لكن ما يعجبك في السراج هو أنه يرفض رفضا قاطعا التدخل الأجنبي، ويرفض تماما وجود حفتر الخارجي، لأن حفتر يقتل من؟ يقتل إخواننا الليبيين المسلمين الآمنين بفتوى من ربيع المدخلي. هؤلاء الناس إذا خالفوك يستبيحوا عرضك وربما استباحوا دمك كما حصل الآن في ليبيا. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يطفئ نار الفتنة في ليبيا. سنوات الآن الدكتور ربيع يأمر بالقتال مع حفتر، وأن يبتعدوا عن الفتن ولا يشاركوا أهل الهواء والفتن في القتال. فتاوى منتشرة مبثوثة بين الناس في القتال مع حفتر، ولا يشاركوا أهل الهواء والفتن في القتال. الفتوى التي يؤيد فيها حفتر ويقول بالقتال معه، يأمر السلفيين في ليبيا بالقتال مع حفتر، مسجلة بصوته ضد المسلمين الآمنين في طرابلس. من يقاتل في ليبيا هنا؟ الإخوان المسلمين. المسلمين الآمنين في طرابلس. ثوار ليبيا وقوة الرادع الخاصة، كتيبة البقرة، كتيبة النواصي، قوات أبي عبيدة الزاوي. المسلمين الآمنين في طرابلس، إلى جانب عدد كبير من المجموعات الصغيرة المسلحة في القتال مع حفتر ضد علم داعش فوق سيارات المسلحين ضد شبش. هو هشام عشماوي اللي قبض على العشماوي. لا قبض عليه مين؟ قوات حفتر الخارجي، الجماعة بتوع حفتر. ضد تدخل تركي عسكري في الملعب الليبي. ضد قوات سورية. انت بتقول سوريا؟ هوبا. توجه قوات من الجيش السوري الحر إلى ليبيا. وقتال الآن داير في ليبيا بفتوى ربيع. القتال الدائر بفتوى ربيع المدخلي سهلة، والمسلمون الآمنون هم الإخوان المسلمون، على شوية كتايب وميليشيات، على شوية دواعش آمنين، على شوية إخوان وبعض من الأردوغانيين الآمنين، على مرتزقة سوريين مسلمين آمنين في طرابلس. وترى حفتر المجرم يقاتلهم ويسفك دماءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعتقد بأنكم الآن فهمتم لماذا هذا الشيء المتشنج مثل العضلة الخلفية. قال المسلمين الآمنين في طرابلس ولم يقل المسلمين في ليبيا. ركزوا في المصطلحات. سروري أمثال هذا إذا قال لك المسلمون الآمنون وإخواننا
فاعلم بأنه يقصد الإخوان المسلمين. وإذا قال لك بأن واحد يقتل المسلمين فهو يقصد بأنه يقتل الإخوان المسلمين. وإذا قال لك الحاكم الشرعي فاعلم بأن ذلك الحاكم إخواني. وإذا قال لك هذا الحاكم ضد الإسلام فاعلم بأنه يقصد أن ذلك الحاكم ضد الإخوان. مثلا سراج سلم ليبيا لتركيا وجاء التركي وتدخل في ليبيا، فعندما يقاتله الليبيون يصبح التركي ليبي ويصبح الأتراك هم إخواننا المسلمون الذين يجب علينا أن نناصرهم. نفس تركيا تخش بقى تدك على دماغ حفتر ده وتخلصنا منه. تركيا دخل. أردوغان أعلن بشكل واضح إرسال قواته لليبيا. تدخل تركي عسكري في الملعب الليبي. الأتراك جايين طرابلس بالعدد والعتاد والذخيرة والجنود. لاحظ تركيا جارة تدمير معدات عسكرية لها في ليبيا. الجيش الوطني الليبي على أبواب طرابلس. الجيش الوطني اللي هو إيه؟ جيش حفتر. الحاضر يعلم الغايب يا جماعة. وخلاص داخلين عشان اجتياحوا تماما طرابلس. إخوانكم المسلمين في ليبيا. إخواتنا في ليبيا. هيا يا إخوة لكي ننصر إخواننا الليبيين، إنهم في خطر، إنهم في خطر. ألا تنصرون إخوانكم من المجرم حفتر الذي دمر المسيرات الليبية؟ لاحظوا جيدا، جاء التركي ليقتل الليبيين، فقام الليبيون يقاتلون التركي، فالإخوان اتهموا الليبي بأنه مرتزق يقتل إخواننا الليبيين. الإخوان قاموا على القذافي وأتوا بالناتو وجاءوا بساركوزي وكاميرون وأتوا بميليشيات وجابوا مرتزقة وأتراك، والأتراك أتوا بسوريين وسلموا ليبيا لتركيا بدعم من قطر. إذا السبب في كل ما يحدث في ليبيا من هو يا إخوة؟ ربيع المدخلي. بفتوى من ربيع المدخلي حصل كل هذا. ربيع المدخلي يسفك دماء إخواننا ويدعم حفتر ضد إخواننا الليبيين. عمرك شفت أحقر وأقذر من هؤلاء الإخوانجية والسرورية؟ الليبيون الذين دخل عليهم الدواعش والإخوان وكل صنف مجرم في العالم وهجروهم وقتلوهم ليسوا إخواننا المسلمين. المسلمون فقط في طرابلس. لكي تكون مسلم وآمن يجب عليك أن تكون على منهج أبو طربوش هذا، كما حصل في الجزائر. يأتيك بإيرانيين وباكستانيين وشرذمة إخوانجية ثم يقول لك الجيش يقتل إخواننا المسلمين الآمنين في الجزائر، يحمل RPG في ميدان رابعة، وعندما يطلقون عليه النار يقول إنهم يقتلون إخواننا المسلمين الآمنين. بصراحة ربيع المدخلي لم يفتي بالقتال مع حفتر، بل دعا للانضمام تحت راية حفتر لأنه صاحب الجيش والسلطة. وبيني وبينكم لو الأمر بيدي والفتوى بيدي وكنت أهلا للإفتاء لأفتيت بالقتال مع حفتر ضد هؤلاء الأوباش، ولأفتيت بالقتال مع خالد نزار في الجزائر. يعني يدخل داعشي وتركي ولا أدري من يكفرني ويقتلني ويأخذ بلدي وأسكت لكي يرضى عني العضلة الخلفية وأمثاله. والله دائما أقول كلما أسأتم الظن بالإخوان فاعلموا بأنكم ما زلتم تحسنون بهم الظن.